السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة على القناة. عاملين ايه؟ فيديو العودة بعد غياب اكتر من شهر تقريبا اكتر من شهر، مش عارف كام بالظبط. المهم حلقة النهاردة ان شاء الله هشرح لكم ازاي تثبتوا نظام كروم او اس باخر اصدار. دي اسهل طريقة هتقدر تثبت بيها النظام. لو عندك لابتوب قديم وحابب انت تستغله او جهاز قديم بدل الركنة، ممكن تستخدمه في اي حاجة تانية عن طريق النظام بيشمل جميع برامج جوجل. فقبل ما نبدأ شرحنا انزل اضغط لايك واشترك في القناة لو لسه اول مرة تشوفني، ومالكش دعوة بالقطة. ها، القطة دي مالكش دعوة بيها. صحيح فيديو القطة ده فيديو الخلفية دي هو الفيديو اللي قبل ده على طول. يعني يا ريت، يعني الفيديو ما جابش مشاهدات قوي يعني، فلو حابب انت تروح تشوفه وتغير الخلفية وشكل السطح المكتب عندك، روح شوف الفيديو. يلا بينا نبدأ. خلينا نتكلم في البداية عن الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نثبت النظام. طبعا محتاجين فلاشة، وده شيء أساسي لأن هو شرحنا النهاردة عشان نثبت النظام على الفلاشة. ثانيا محتاجين برنامج RUF ده عشان تحرق بيه نظام على الفلاشة، والبرنامج ده بتستخدمه برضو في انك تحرق نظام ويندوز 10 و7 و8 والكلام ده كله. بعد كده محتاجين الملف الخاص بالنظام، والملف ده حجمه جيجا و100 ميجا. ده كده بالنسبة للملفات اللي هنستخدمها في الشرح، وهتلاقي الرابط بتاعها موجود في وصف الفيديو. اول حاجة هنفتح برنامج RUFUS run as administrator عشان نفتحه كمسؤول. هتلاقيه هو محدد لك على الفلاشة. خد بالك لازم تكون فلاشة متوصلة في الكمبيوتر، هتلاقيه هو محدد لك عليها. طبعا انا مركب كارت ميموري في قلب ريدر وبستخدمه كفلاشة 32 جيجا، واقل حاجة عشان تقدر تثبت النظام لازم فلاشة 16 جيجا. بتيجي على كلمة select وتروح تحدد الملف التاني بتاع النظام اللي هو حجمه جيجا و170 ميجا، تمام، اللي هو الملف ده، وتضغط على open. مفيش اي حاجه تاني، ما تعدلش اي حاجه، هو بس انت هتعمل سيلكت وتحدد الملف. لو هو مش محدد لك الفلاشه بتضغط على الاختيار ده وتحدد الفلاشه اللي انت موصلها زي ما انت شايف كده، تمام. وبعدين بتحدد الملف. بعد كده مفيش اي حاجه تانية هتعدلها، هي اصلا كل حاجه متقفله يعني مفيش حاجه مفتوحه، كلها مختفيه. بعد كده بتضغط على كلمه ستارت، هتستنى كام ثانية. الخطوة دي بتاخد وقت حسب سرعة الفلاشة وحسب امكانيات جهازك، لكن هي مش هتعدي ال5 دقايق يعني. بيقول لك هنا ان كل البيانات اللي موجودة على الفلاشة هتتمسح، فاقول له اوكي. وخد بالك لو في حاجة موجودة على الفلاشة هو هيمسحها. زي ما هتشوف في الشمال الفلاشة اختفت. انا كان عندي الفلاشة موجودة في الاختيارات دي، اختفت من الاختيارات دي، هو اللي بيخفيها، وبعدين هتظهر تاني لما يخلص تثبيت. هنقطع الفيديو عشان الوقت ما يكونش طويل وبعدين نكمل. مجرد ما تظهر لك كلمة ريدي خلاص كده النظام خلاص، يعني انت كده خلاص النظام اتحرق على الكارت الميموري او الفلاشة اللي انت مركبها. كمان هتلاقي الفلاشة ظهرت زي ما انت شايف كده، ظهرت اهي EFI سيستم. طبعا هو مش هيظهر لك الفلاشة كلها، هما 63 ميجا بس، الباقي كله مختفي. الخطوة اللي بعدها بقى ان احنا هنقفل الجهاز ونخش على وضع البوت. وخد بالك ده بيبقى مختلف من جهاز لجهاز، يعني طريقة ان انت تخش على وضع البوت عشان تحدد انت عايز تقلع النظام بتاعك عن طريق الهارد بتاعك ولا عن طريق الفلاشة، بتختلف من جهاز لجهاز. في اجهزة ممكن تلاقيها من F9 F2 من ديليت، فبتختلف. فانت لو معرفتش توصلها عن طريق F9 او التلات حاجات اللي انا قلت لك عليها دول، تقدر تشوف على اليوتيوب عن طريق اسم البوردة بتاعتك. ودلوقتي هطفي الجهاز ونكمل تصوير عن طريق الموبايل واقول لكم ازاي نخش لوضع البوت. ودلوقتي بعد ما شغلنا التصوير من الموبايل هنطفي الكمبيوتر. زي ما نطفيه طبعا ما تعملش شات داون، اعمل ريستارت. وانا اسف لو صوت المايك، لان ده المايك الخاص بالتليفون، لو الصوت فيه مشكلة فاعذروني بقى لان خلاص احنا طفينا الكمبيوتر، برنامج التصوير بتاع الكمبيوتر بيقف. هيبدأ الجهاز يشتغل وهو بيكتب لك ازاي تخش الوضع البوت. يعني انا مثلا هيكتب لي تحت دلوقتي واوريها لكم بنفسي. زي ما شايف كده بيقول لي اضغط F2 او ديليت، تمام، عشان يفتح اليو اي اف اي اعدادات المذر بورد. وانا من خلالها هخش على البوت منيو اهو. ده البوت منيو زي ما انتم شايفين كده. في قلبيه كل بقى الهاردات المتوصله في الجهاز، هارد SSD M2 فلاشة، اي حاجة متوصلة بتظهر في قائمة البوت منيو. فانت دور عليها لو معرفتش تجيبها عندك يعني.
وهو برضو الجهاز اول ما بيكون ما بيجي يشتغل بيكتب لك، وما تقلقش يعني مفيش حاجه هتبوظ. لو انت في حاجه دخلتها بالغلط افصل الكمبيوتر وشغل من الاول عادي، مفيش اي مشكله. بندور هنا على الفلاشه. طبعا شوف هي حجمها كام، 29608 يعني 30 جيجا. الجيجا ب1000 تمام. يعني انت مثلا الجيجا مش هتلاقي مكتوبة 30، لا 30 جيجا هتلاقيهم 30,000، 16 جيجا 16,000 وهكذا. هتيجي على الفلاشة وتختارها وتضغط انتر، هيبدأ الجهاز يشتغل. النظام ظهر، لكن انا عندي على الجهاز شاشتين، فالنظام اشتغل على الشاشة اللي في الشمال. طبعا هو هيشتغل على الشاشتين مع بعض بس بعد ما يخلص تثبيت. يعني الشاشة التانية زي ما انتم شايفين كده فصلت، والشاشة دي هي اللي شغالة. بيبدأ النظام يشتغل لأول مرة. طبعا اللغة بتكون انجليزي، بنيجي نعلم على كلمة انجلش وبعدين نضغط على الاختيار ده عشان نغير اللغة للعربي لو انت عايز اللغة عربي. يعني بتحدد على الاختيار ده. طبعا في كل اللغات اللي موجودة في العالم، وكويس جدا ان هو موجود فيه العربي. ولوحة المفاتيح هتخليها الأمريكية زي ما هي، بعدين بتضغط على حسنا، وبعدين بتيجي على الخطوة الأولى. الخطوة دي مهمة جدا، خد بالك عشان لو اخترت أول اختيار، أنا بقول لك تاني أهو، أول اختيار هيمسح لك كل حاجة موجودة في الكمبيوتر بتاعك ويخلي لك نظام كروم او اس نظام أساسي. يعني هيشيل لك الويندوز، مش هيخلي لك أي ملفات موجودة على الكمبيوتر إلا النظام بس. فما تختارش أول اختيار، اختار تاني اختيار. هو نفسه كاتب لك تحويل هذا الجهاز الى جهاز متوافق مع نظام التشغيل نظام كروم او اس فليكس. لو انت حابب ان انت تحول مثلا لابتوب قديم او جهاز قديم لنظام كروم كامل فاختار اول اختيار، بس هيمسح كل البيانات اللي موجودة على الجهاز. لو هتستخدم النظام عن طريق الفلاشة فهتختار تاني اختيار اللي هو اجراء تجربة اولا، كاتب لك فيه الابقاء على نظام التشغيل الحالي وتشغيل نظام تشغيل كروم او اس فليكس من محرك اقراص يو اس بي. يعني هنستخدم النظام عن طريق الفلاش. فانا هختار الاختيار ده وبعدين تضغط على التالي. بعد كده بيقول لك مين اللي هيستخدم النظام، انت او لو اطفال عندك. فانا هحدد ان انا اللي هستخدمه، فحدد الاختيار اللي انت عايزه وبعدين اختار التالي. بيطلب منك ان انت تدخل حساب الجيميل بتاعك، فهحط الحساب بتاعي وبعدين نكمل شرحنا. وبعدين بيطلب منك انت تقرا الشروط. طبعا جوجل ليها شروط والكلام ده كله، لو حد انت تقراها تقدر تقراها من الكلام نزل تضغط عليها يفتح لك الشروط يعني لو انت عايز تقراها يعني. وبعدين بتضغط على القبول والمواصلة لو انت موافق على الشروط. بعد كده بيجيب لك المزامنة. لو انت فاتح حساب الجيميل اللي انت سجلت دخول بيه للنظام على موبايل وحابب انت تنقل التطبيقات والاعدادات والبيانات اللي موجودة عليه على نظام كروم على طول، ده من خلال المزامنة دي يقدر ينقل لك كل حاجة. فانا مش حابب ان انا اعمل خيارات المزامنة دلوقتي، هعمل مراجعة الخيارات دي بعد الاعدادات لما نخلص. بتضغط على القبول والمواصلة وبعدين تضغط عليها تاني. هنا بيقول لك تم رصد جهاز للاتصال. ده الجهاز بتاعي موبايل اوبو. الموبايل ده ظهر لي ليه؟ لان انا مثبت نفس الجيميل اللي انا دخلت بيه في النظام على الموبايل، فهو عايزني ان انا اتصل بيه وازامن البيانات الموجودة عليه وشبكات الواي فاي. يعني بمعنى اصح لو تقدر تشغل واي فاي في النظام برضو لو انت جهازك فيه واي فاي، وتلقائيا هتلاقي النت شغال عن طريق السلك لو انت شغال بالسلك. ومجرد ما تربط الموبايل بتاعك بالنظام بتقدر تبعت رسائل نصية من الكمبيوتر على طول وترد على الاشعارات والمحادثات، وتقدر تفتح نظام كروم من التليفون. اذا كنت تقبل الكلام ده فاضغط على القبول والمتابعة، ولو مش حابب تقدر تختار لا شكرا. فانا قبلت. هنا بيقول لك تخصيص وضع العرض، اذا كنت عايز الوضع الفاتح او الداكن الاسود زي ما انت شايف كده اختار الشكل اللي انت عايزه وبعدين التالي. كده خلاص احنا في الاخر نخش على الخطوة الاولى. بدأ النظام يشتغل زي ما انت شايف كده. نقفل الكلام ده كله، نتحول على الشاشة التانية. احلى حاجة في النظام شغال على الشاشتين بدون اي مشاكل. بس معرفش اذا كان يعني مثلا هل انا اقدر افتح زي الكمبيوتر، يعني مثلا فتحت هنا جوجل اقدر افتح يوتيوب في الشاشة التانية. والله حلو، شايفين انا مشغل زيه زي نظام الويندوز بالظبط. يعني انا مشغل هنا جوجل وهنا مشغل اليوتيوب. اقدر طبعا ان انا افتح لكم اي فيديو عندي على القناة. ثانية واحدة، اخر فيديو اللي هو تحويل سطح المكتب شغال بدون مشاكل ونت شغال في النظام، لكن انا النت عندي تعبان شوية. المهم يعني شغال اهو. جودة الفيديو
لحد 4K. فالنظام بصراحة، خليني بس اوريكم ايه اللي موجود بالتفصيل كده بسرعة. عندك هنا قائمة الاشعارات وتسجيل الخروج لو عايز تطفي الكمبيوتر، والنت سواء كنت عايز واي فاي او السلك اسمه ايثرنت تقريبا، يعني ده عنوان الاي بي بتاع الجهاز على الشبكة. ماشي. وعندك لقطة شاشة لو حبيت تصور الشاشة. وفي حاجة هنبهكوا عليها، النظام لما بتيجي تطفيه وتيجي تشغله تاني بيطلب منك باسورد. الباسورد اللي انت هتحطه ده الباسورد بتاع حساب الجيميل بتاعك. بالنسبة للاعدادات انتوا بقى شوفوا الموضوع ده كله، هبقى اعمل لكم تفصيل يعني اشرح لكم الكلام ده كله، واشرح لكم ازاي تثبتوا اي برنامج او اي حاجة انتوا محتاجينها على النظام. بالنسبة للبرامج اللي موجودة في النظام، تقريبا برامج جوجل كلها موجودة في النظام. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. اتمنى يكون الشرح عجبكم. لو عندك اي استفسار اكتبه في الكومنتات. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك واشترك في القناة. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. سلام.